خليل الدليمي رئيس هيئة الدفاع عن الرئيس العراقي الأسبق الراحل صدام حسين. دكتور الدليمي، أنت اطلعت وأنت الذي يعني زرت الرئيس وقتها 144 مرة. كم عرض يا ترى تلقى صدام حسين لإطلاق سراحه شرط إلقاء المقاومة آنذاك سلاحها في معركة الفلوجة وغيرها؟ طيلة فترة اعتقاله تلقى 3 عروض. العرض الأول لم أكن أنا موجودا معه ورفضه، والعرض الثاني كان من خلالي، والعرض الثالث الأقوى كان أيضا من خلالي. كانت تقود المعتقل قاعدة أمريكية، وعرضت علي هذا العرض بتفاصيل، لكن الرئيس رفضه. ما كان فحوى هذا العرض؟ العرض طبعا هي القاعدة تكلمت معي بشكل مباشر وقالت لي: يا أستاذ خليل، الطريق الذي تسلكه لا يؤدي إلى نجاة موكلك، وإنما الطريق الذي سأطرحه عليك إن وافق الرئيس، ونأمل أن تقنعه. أنا رفضت طبعا يعني مسألة الإقناع. قلت لها: سأنقل له ما ستطرحونه بكل أمانة، والأمر متروك له. طيب. العرض كان أن يقوم بكتابة بيان بخط يده يطلب فيه، كان الجانب الأمريكي متورط وغارق في وحل معركة الفلوجة البطلة، وأن يكتب بيان بخط يده يطلب به من المقاومة إلقاء السلاح والدخول بمفاوضات مع قوات التحالف، ما يسمى بقوات التحالف آنذاك. فمقابل هذا يخرج الرئيس إلى واحدة من 3 دول عربية، وعرضوا يعني ذكروا لي الدول العربية، ويذهب معه من يشاء، من يريده يذهب معه، على أن لا يكتب مذكرات ويترك الحياة السياسية ويخرج